يا شيخ احنا عندنا سلالات كتيرة عشان الاحتلالات. امال ايه التصنيف ده؟ رقم 5 على العالم. عارف في ايه؟ في عدم التنوع العرقي. يعني عندنا عرقين 3 4 بس كده، واصول مش جايين من بره، اصول. اهو احنا رقم 5، وتونس رقم 4، والاردن رقم 6. هات لي بقى دولة عربية تانية في التصنيف. يبقى معنى ذلك ان عندهم تعدد اعراق كتيرة. يا ترى بقى لوحدهم ولا نتيجة للاحتلالات زي ما حضرتك بتقول؟ ما هو المشكلة ان انتوا كلامكم بيدينكم انتوا ايا كان بلدك ولا يدنا، لان احنا طول عمرنا في اوائل اي حاجة حلوة. احنا رقم 5. كده انا بستغرب من الناس اللي بتقول احتلالات. احتلالات ايه؟ مصر كلها كانت شريكة في العصر وليست محتلة. والدليل على ذلك ايه؟ ان الناس كانت بتيجي تتكلم لغتنا، احنا ما غيرناش لغتنا. الناس كانت بتيجي تسكن في القصور بتاعتنا. الملك فاروق اول ما قلنا له امشي ماشي. فين الاحتلالات؟ انا لا ارى احتلالات في التاريخ المصري، انا شايفاها شريكة عصر وليس احتلال.